الاسبوع ده اكد لي ان مصر محميه من فوق 7 سماوات، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ولى عليها رجاله تقدر تحمي. لو جيت بصيت في وسط دوامه الاحداث اللي حصلت في اخر اسبوع، هيطلع لك واحد من المشاهد اللي هياكد لك وهياكد لناس كتير ان مصر قويه، اولا باراده ربنا سبحانه وتعالى، ثانيا بقوه وتماسك ووحده شعبها وحكمه وقوه قيادتها، تصديقا لقوله تعالى: ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. الدكتور خليل الحية وباقي وفد ضحايا ميم الف سين كانوا واقفين تحت سماء مصر وبكل ثقه ويقين انهم في امان، مع انهم كانوا مهددين في كل ارض وفي كل مكان راحوا فيها ما عدا مصر. ولما وصلوا مصر اتحركوا بحريه كامله ما كانوش بيتحركوا بيها قبل ما ادخلوها بسلام امنين. واللي كان بيهددهم شد فرامل واحترم نفسه وجاب ورا لما عرف ان مصر هتستضيفهم على ارضها، عشان مصر ما بتهزرش. مصر امنه ومطمئنه باذن ربها منذ ان خلق الله الارض ومن فيها الى ان يرث الله الارض ومن عليها. مصر استقبلت مئات الالاف من اللاجئين ليها قاصدين امنها وامانها هربا من حروب وقمع بلادهم على مر العصور، مش بس في العصر الحديث. مصر استقبلت بكل دفء كل اللي قصد حضن ارضها لاي سبب وباي شكل. مصر عظيمه بفضل الله عليها واختياره ليها عشان تكون ام الدنيا عن جداره واستحقاق، والتاريخ الاقدم والحاضر الاقوى هم خير دليل. وتحيا مصر.